مؤرخ مصري قال بأن السبب الرئيسي باش دخلت فرنسا وإسبانيا للمغرب هو الجزائر. اسمعوا شنو قال. المغرب كان بينصر الجزائر لما الجزائر احتلت من فرنسا 1830 وآوت عندها عبد القادر الجزائري، وساعتها فرنسا يعني عشان توقف هذه المساعدة حاربت المغرب في موقعة أسلي جنب وجدة وضربت الرباط وعملت يعني اكتر من 800 شهيد في المغرب، لدرجه ان في الاخر اوروبا ما لقتش حل لان هي تفكر في احتلال المغرب، وده اللي بعد كده مهد لاحتلال المغرب من فرنسا ومن اسبانيا. يعني دفعت المغرب ثمن غالي جدا لنصرتها للجزائر، واستمر الموضوع على فكره حتى بعد تحرر المغرب للاحتلال الفرنسي والاسباني سنه 1956. بعدها بسنة واحدة فقط سافر محمد الخامس الملك المغربي إلى أمريكا عشان يجمع التأييد العالمي لتحرير الجزائر اللي نتج عنه بعد كده الاحتلال الفرنسي مشي سنة 1962.